في تجربة أقل ما يقال عليها إنها تجربة شنيعة جدا. كنت بعمل فيديوهات، ولو أنتم ملاحظين مؤخرا بقيت بخلي فيه صور معمولة بالذكاء الاصطناعي. فاديت أمر للذكاء الاصطناعي وقلت له أنا عايزك تولد لي صورة لراجل شرير. طلع لي صورة راجل من الشرق الأوسط عنده دقن لونها أسود ولابس حاجة شبه جلابية، مش جلابية 100%. فقلت له لا، غير لي شكل الراجل الشرير ده بشكل راجل شرير تاني. فجاب لي برضو صورة حد تاني من الشرق الأوسط. قلت له لا، أنا مش عايز حد من الشرق الأوسط. فطلع لي رجل أسود البشرة. فبدات اتوغش كده شويه، قلت له طب طلع لي شكل ست شريره. عايز اقول لكم ان انا قعدت يمكن ربع ساعه عمال اقول له طلع لي طلع لي طلع لي لحد ما غير الصوره اللي بتطلع. ساعات كتير جدا الذكاء الاصطناعي بيبقى متعلم على البيانات بتاعتنا اللي هي بتقول ان العرب وحشين والمسلمين وحشين وارهابيين والى اخره، فبناء عليه دي حاجات بتبقى موروثه عنده. الشركات بتحاول ان هي تعالج ده، بس مش بالضروره ان الشركات ناجحه في ده. بعض الناس بيقول لك نظريه المؤامره ان هم مش عايزين يعالجوا ده، وان هم عايزين ده يفضل زي ما هو، مش عايزين ده يتغير. بناء عليه محتاجين ان احنا نشوف في الوطن العربي ناس بتطور نماذج ذكاء اصطناعي، محتاجين ان احنا نشوف تطورات موجوده عندنا عشان ما نبقاش دايما معتمدين على الحاجات اللي موجوده عند الغرب. الله المستعان.